بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى ايه نعمل مع بعض كده الفول بتاع السحور بتاع شهر رمضان كده ان شاء الله. معنا الوقت احنا كده معنا ايه نوعين من الفول. دوت اللي هندمسه، ده كيلو فول هندمسه. اللي هندمسه ده بقى نعمل فيه ايه؟ هنحطه هنا في المية دي اللي بتغلي، ياخد غلوة كده وهنطفي عليه ونسيبه للصبح. مش هنسويه كمان في الحلة دي. انا اقول لكم هنسويه في انهي حلة يستوي معانا بسرعة. وده بقى ايه اكلة ما ينفعش الشتا تعدي من غير ما نعملها. ده هنعمله نابت، ده حوالي كيلو الا ربع برضو هنعمله نابت. ده هنبله بالمية الساقعة من الحنفية، وهسيبه برضو يبات ايه احنا دلوقتي بالليل، هسيبه لحد الصبح يشرب من المية كده ويكبر وياخد راحته. وبعد كده هنصفيه من المية وهنعمل فيه ايه بقى، نلف في حتة كده نظيفة ونحطه في التلاجة. حتة هنبلها مية برضو ونحطه في التلاجة. كل يوم هنطلعه نديله شطفة مية ساقعة من الحنفية، منحطش عليه مية سخنة خالص، مش لو حطينا عليه مية سخنة مش هينبت. مية ساقعة من الحنفية نديله شطفة ونشطف الحتة بتاعته ونرجعه فيها تاني ونروح ملفينه عليها وشايلينه في التلاجة. ماشي يا حبايبي. اما فول السحور بقى هنبدأ، دي البداية. ده يعني ده هعمله معاكم بقى بفيديو تاني، بس انا بقى حبيت ابله دلوقتي ده يبقى ده مع ده يعني، واديكوا خدتوا فكرة كده عن الفول النابت. اما ينبت بقى ان شاء الله ابقى اعمله معاكم في فيديو تاني، لانه هيقعد برضو وقت في التلاجة، ممكن يقعد 3-4 ايام قبل ما ينبت. مش هيبات كده ويصبح ينبت، لا هياخد وقت. ماشي يا حبايبي. معانا بقى حلة اهي فيها مية مغلية، نروح نازلين بالفول بتاعنا ده كده الحلو ده. بسم الله. انا شطفاه حلو. دي اشياء من الفول يعني، معلش كانت تايهة كده اهو. هنسيبه ياخد غلوة واحدة بس، وهنروح طافيين عليه وسايبينه في المية دي للصبح. هنعمل شوية فول بقى ما اقولكوش عليه، انا عملته معاكم قبل كده يعني. طبعا انتوا عارفين الدنيا بقت غلا والفول بره غالي، واقل حاجة 5 جنيه، وممكن ابو 5 جنيه دي فيه يعني بعض الاسر ما يقضهاش ابو 5 جنيه. لكن لما تاكلوا فول زي ده كده هتعمليه في بيتك هيديكي كمية كبيرة، وبرضو يعني هيوفر معاكي. يا حبايبي، الفول بتاعنا بقى الحلو الجميل ده اللي هنعمله نابت، ننزل عليه بمية كده من الحنفية ده كده. هيشرب بقى من المية ده، والكمية دي هتتضاعف، هتملى الطبق ده. هنسيبه بقى بايت كده في المية يشرب كده، والفولة تضطر وتشرب وتاخد المية بتاعتها الكافية عشان تبدأ تنبت بقى في الحتة اللي هنحطه فيها. هنحطه في التلاجة طبعا عشان ما يبص مننا. ماشي يا حبايبي. هنشوف بقى بعد كده التكات والحركات اللي هنعملها في الفول المدمس بتاعنا. صلوا بقى على النبي، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، وحطوا له لايك وكملوا الفيديو معايا للاخر. هنسيبه ياخد الغلوة كده واطفي عليه وارجع لكم. بس يا حبايبي كده الفول بتاعنا احنا كده دلوقتي تاني يوم بعد ما خد الغلوة على النار وطفيت عليه وسيبته بقى في المية. طبعا انتوا لو هتعملوه في رمضان هتقوم الصبح تعمليه بالطريقة دي، تاخديه غلوة كده في المية وتفي وسيبيه في المية زي ما هو. بالليل هتروحي شايلة هتشيليه من المية دي، تحطيه في دمستك وهتحط عليه المكونات بتاعتنا دي. حبة عدس اصفر، واحدة جزرة، واحدة طماطم، واحدة فلفل حامي، وهنا معلقة صغيرة كركم ومعلقة صغيرة بابريكا. مش هنحط على الفول بتاعنا ازود من كده. نركن بقى الحاجات دي على جنب ونخش ايه في اللي بعد كده. طبعا احنا مش هنسوي الفول بتاعنا ده في الدماسة، هنسويه في حاجة هتسوولنا بسرعة وتسوولنا يعني هتبقى جميلة اوي في الفول. انا كنت جايبة حلة الضغط دي
بس يا حبايبي بقى اول ما جبتها اللحمه غليت، فطالما ما فيش لحمه يبقى نسوي فيها الفول. هي في تسويه الفول هتسوي لنا كويس، وكمان يعني هتسوي لنا في وقت اقل من الوقت اللي احنا بنسويه في الدماس. دي حله اسمها السيف، حله الضغط اللي احنا عارفينها. الحله دي يعني احنا اخواتي جايبينها من زمان ومجربينها وجميله الصراحه يعني. انا حبيت اوريها لكم برضو ايه تستفيدوا منها. ده كده الغطا بتاعها. سوينا طلعها من الكرتونه اهو يا حبايبي. ده كده شكل الكرتونه بتاعتها، في ليها ضمان 5 سنين. والحله دي ساعتها 9 رتل. طبعا في من اول مقاس لحد اخر مقاس، يعني في مقاسات منها كتير، بس هي احنا مجربينها الصراحه طبعا. وفي قطع المقابض بقى بتاعتها، يعني انا مش بعمل اعلان ولا حاجه، انا بس بعرفكم للفايده ليكم مش اكتر. اهي اسمها السيف. الحله عيب من جوه، خامتها حلوه قوي وتقيله، وطبعا معاه كتاب بقى بيشرح فيه كل حاجه. نشيل بقى كله شنطة طبعا لحفظ الحلة فيها، او لو فيها مثلا عايزين تاخدوها مكان وفيها اكل وسخنة ولا حاجة. اهي معاه شنطة برضو كبيرة. ليها المقابض دي، وليها مقابض تاني اللي هي بتتركب فيها بالمسامير بتاعتها، وليها الصفارة بتاعتها دي لما تبدأ تفور بقى كده نحط الصفارة دي عليها، اللي هي بتخلي البخار ما يطلعش منها، بتكتم البخار فيها. هغسلها واحط فيها الفول وارجع لكم اهو يا حبايبي. انا كده غسلتها وحطيت فيها الفول. انا عامله كيلو فول عشان عامله حسابي اسويه هنا. طبعا لو في الدماسه مش عمرها ما هتاخد كيلو الفول، الا بقى لو دماسه كبير. الكركم انا زودت كركم شويه والكاري عشان كميه الفول ما شاء الله يعني كبير. وادي الطماطم والفلفل والجزر، الحاجات دي يعني مجرد بس هتدي للفول بتاعنا لون مش اكتر. هنحط الميه عادي كده من الحنفيه، مش هنسخنها ولا حاجه. نغطيها عادي كده. لما تبدأ تغلي هنعمل ايه بقى؟ اهي كده اتقفلت صح. هنربط الصامولة دي اهي كده مقفولة صح. الحلة ألمونيا بس واخدة طبقة استانلس من بره، ومن بره في الغسيل مفيش اي مشاكل. هي تاخد معانا غسيل، بس دي احسن حاجة في حلل الضغط الألمونيا. انا ما بشجعش الاستانلس نهائي. ماشي يا حبايبي. هنسيبها تغلي عادي، وبعد كده لما تغلي هنحكم الغطا ونحط لها اللي هي المكبس ده اللي هو يقفل كده هنا عشان البخار ما يطلعش في المكان ده. ماشي يا حبايبي. هولع بقى عليه واسيبه يغلي الاول. بسم الله. بصوا حبايب قلبي كده الوقت هي بدأت تغلي. انا قفلت الغطا، لازم الغطا ده نقفله ونحكمه يعني جامد عشان لو ما اتقفلش حلو اللهم احفظنا يعني بتفرقع. تلاقي بقى هي في حتة والغطا في حتة والاكل اللي فيها في حتة تانية. ماشي. بدأت تطلع بخار من هنا شايفين هنحط لها بقى الصفارة بتاعتها دي عشان تكتم البخار. وانتوا شفتوا كمية المية اللي كانت على الفول، والنار بصوا واطية خالص اهي زي ما بنسويه في الدماسة. ماشي. هنديله كده نص ساعة
ونشوف ايه اخبار. المفروض نربط المقابض اللي هي الفبر اللي زي كده، بس يعني انا ما حبيتش بقى ايه اطول عليكم الفيديو، فهنبقى نربطها عشان تبقى نعرف نمسك منها ما تسخنش على ايدينا. باركولي بقى، قولولي مبروك. هنسيب بقى الفول يستوي وارجع لكم بقى. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف الفول بتاعنا كده. طبعا انا شلت الصفارة وهوت البخار منها، ما ينفعش خالص نفتحها كده والبخار مكتوم فيها لسه. بسم الله بسم الله ولا قوة الا بالله. انا فتحت عليه بعد نص ساعة لقيته استوى وزي الفل، بس كانت القشرة بتاعته لسه شوية. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بصوا الجمال، بصوا الجمال والحلاوة. بصوا شوية الفول عاملين ازاي دايبوا. استنوا اوريهولكم. بسم الله بسم الله. الله على العسل، الله على العسل والحلاوة. بصوا حاجة كده عسل. طبعا لو بتحبوا بقى تفرموه في الخلاط والكلام ده ولا بالهاند بلندر كده وسخن براحتكم، بس انا بحب اهرسه بالشوكة. بصوا حاجة كده بقت زبدة، والقشرية برضو اهي. طبعا لو عندكم بقى حلة زي دي ممكن تسووه فيها. وزودت برضه انا المية بتاعته حبة، يعني هي المية دي هنحط مع كل كيس حبة مية من بتاعته دي. بصوا الجمال، بصوا شكله عامل ازاي. وبقى زبدة. اعبيه بقى في الاكياس قبل ما يبرد عشان لونه ما يغيرش ويسود. ماشي، هعبيه بقى وارجع لكم. يلا صلوا على النبي بقى وحطوا لايك. بس يا حبايب قلبي كده بقى معبيت الفول اهو. بصوا كميات قد ايه، يعني الكيس ده لو هنجيبه من بره مش اقل من 10 جنيه. الكيلو الفول عمل معايا 10 اكياس اهو، يقضي اكبر اسره في مصر ما شاء الله. وفول بقى مش ميه ولا الكلام ده، فول كده على اصوله. بس جربوه بقى. طبعا حلة الضغط دي بتوفر في الوقت كتير، يعني هو لا يعني مثلا كيلو الفول هياخد معاكي رتل وربع ميه بالظبط يعني، وحوالي برضو ساعة على النار هادية. بعد ما يبدأ يغلي روحي مقفلة الحلة وحاطة الصفارة بتاعتها وسايباه ساعة على نار هادية، هيستوي معاكي ويبقى زي الفل. عشان ما تفتحيش عليه يعني ايه في نص المدة كده اهو. بصوا الجمال والحلاوة. الفول النابت بقى طبعا انا شيلته، ولما بقصد حتة يعني حتة نظيفة، حتة قماشة يعني، عشان ايه ما حدش يفهم ما يبقاش عارف يعني ايه حتة دي، يعني قطعة كده من القماش نظيفة ونحطه فيها، وتكون قطن مش بوليستر بس. ويا رب بقى طريقتي في عمايل الفول تعجبكم والفيديو يعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويقعد عليكم الأيام بخير يا رب. والله مبلغنا رمضان. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، واللي بيشوفنا لأول مرة مشتركش في القناة يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.